هتفضل تدور على فرص في الاستثمار العقاري، ولا تحب تيجي تشوف اللي كل الناس رايحه له في العاصمه الاداريه الجديده؟ عارف ليه كل الناس متجهه للعاصمه الاداريه الجديده في الوقت الحالي؟ لان ده المكان اللي جمع كل الفرص الاستثماريه في مكان واحد. يعني تخيل معايا مثلا مشروعك على محور الامل وقدام البرج الايقوني دايركت، اطول برج وناطحه سحاب في افريقيا كلها. ده غير ان في براندات هي عوامل جذب الكاتيجوريز اللي معاها قوه شرائيه، يبقى في ترافيك عالي جدا، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم في قوه شرائيه على اعلى مستوى. طيب عارف ليه كل دول اختاروا المكان ده؟ لان هم عارفين ان ده افضل وجهه للاستثمار في الوقت الحالي. طيب ايه اللي يخليني في الوقت الحالي استثمر في مكان زي ده؟ اللي يخليني استثمر في مشروع زي ده ان هو جذب كل عوامل الاستثمار الناجح فيه. يعني لو براندات قويه هتدخل فيه، لو شركات مالتي ناشونال هو موفر لها كل الفاسيلتيز والامينيتيز اللي هي ممكن تحتاجها. طيب ايه يا باشمهندس اللي يخليني استثمر في وحده اداريه مثلا ولا محل تجاري شايف البرج الايقوني؟ هقول لحضرتك ان بالمثال يتضح المقال. المثال عندنا هنا ان البرج الايقوني زي برج خليفه في دبي بالظبط. احنا بنتكلم ان الوحدات الاداريه الموجوده في دبي المطله على برج خليفه القيمه الايجاريه بتاعتها اعلى من الوحدات الاداريه اللي داخل برج خليفه نفسه. فاحنا لو قلنا وضربنا المثال على النهارده هنا، لو حضرتك اشتريت وحده اداريه وحبيت تاجرها يوم من الايام هتعرف تاخد ايجار اعلى من اللي اجر في البرج الايقوني نفسه، لان الفيو بتاعنا اقوى من البرج الايقوني نفسه. طبعا اكتر طلب بيجي لي من العملاء بتوعي ان احنا حابين نطمن يا باشمهندس وحابين نشوف الوحده بتاعتنا على ارض الواقع، مش استلام سنتين وثلاثه واربعه ولسه ما اتبنتش. النهارده هنتكلم عن وحدات موجوده استلام فوري تقدر تيجي تشوفها النهارده بعينك وتتعاقد عليها، بل في وحدات كمان تقدر تمضي عقد ايجارك مع عقد تملكك الوحده. لو حبيت تختار اعلى قيمه مقابل سعر في العاصمه الاداريه الجديده كلها تقدر دلوقتي تتواصل معانا على الواتساب او تعمل ساين اب، وانا هتواصل معاك واوصلك لاعلى قيمه مقابل سعر. دمتم مستثمرين ناجحين. شكرا لحضرتك.